بصوا، مش بس تتاكل جنبها رز ولا مكرونه، والله بالعيش بالصوص بتاعها دي خطيره. يا مساء الورد عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. كنت مشغله الراديو وقلت اقفله. صحيت بقى النهارده الجمعه، انا يوم الجمعه بكون عايزه ما اعملش حاجه، عايزه انام. مش عايزه اعمل اي حاجه، مش عايزه حد يطلب مني اي حاجه خالص. صحيت بقى عمرو عمال يقول ماما عايز فراخ مشويه يحقق احلامه، وبابا مش عارفه عايز ايه. قلت بقى ايه، وهم عايزين اشوي الفراخ واطلع شويه فوق على الفحم على السطح. مستحيل طبعا، مش قادره اصلا. بصوا لقيت عندي بقى فرخايه، بسم الله. عندي فرخة قطعتها لأربع تربع كده، وحضرت بقى البصل. وتعالوا بقى معايا على البوتاجاز وهنعملها بطريقة حلوة وهشويها لهم برضو. بس ولا فرن ولا شواية ولا وجع دماغ، هو في الحلة كله ومشوية برضو. تعالوا. هنا بقى حطيت مكعبين زبدة وحوالي معلقتين كده من الزيت، وهسيبها بقى. انا عايزه الطاسه تسخن. بسم الله، اللهم صل على النبي. ان شاء الله، اللهم بارك. انا هبتدي احطها بقى في الطاسه بقى، في الحله، اي مساحه عندك. احطها بقى تاخد ايه، صدمه. انا مش هقلب فيها، انا عايزاها تاخد اللون الذهبي ده. لو سمعتوا تقدروا تعملوا فرختين زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى، هبتدي اقلبها كده، خدت اللون الذهبي الحلو ده. هسيبها اقلبها على الوش التاني. هسيبها برضو تاخد وش ذهبي على الوش التاني، ونبتدي بقى الخطوه التانيه. بصوا كده، خدت اللون الذهبي الحلو. طبعا لو انتوا هتعملوا اكتر من فرخه ما تحطوهاش فوق بعض علشان كله ياخد اللون الذهبي ده. ومعايا هنا 3 فصوص حبهان، ونص معلقه كده فلفل اسود وبابريكا، ودي جوز الطيب، و7 بهارات او بهارات فراخ وكزبره. وانزل بقى بالنص كده فراخ. البهارات بقى ريحتها تطلع. شامين نفس البهارات معايا ولا لسه ما وصلتش؟ وهنا حوالي 4 فصوص من الثوم، برضه ريحتها تطلع كده. واروح نازله بحوالي معلقتين صويا صوص، وحوالي من معلقتين ل3 معالق كده. معلقتين كفايه من دبس الرمان. حتى لو فرختين اعملوا نفس المقادير دي. انا معايا هنا ما شاء الله الفرخه كبيره. بص، لو ما كنتش اديتها اللون الذهبي ده ما كانتش هتديني شكل المشوي. وهنا بقى عامله بصل كده، حوالي معلقه، بصلتين كبار. عايزه اقول لكم ان البصل هيخليها جوسي وعامله صوص كده يجنن، حلوه يعني. طبعا هنحط الملح بتاعها، والبصل بقى هيلم لنا كل الحروقه اللي تحت دي، والبهارات والصوص بتاع الفراخ. حط لها حوالي نص كده، او نص معلقه، نص كوبايه من الميه المغليه، واسيبها بقى تستوي كده مع نفسها، واغطي عليها.
واحط لها بقى ملح، ولازم تكون الميه طبعا مغليه. هعصر لها بقى ليمونه تخليها بقى مززه كده معايا وخطيره. جربوها يا جماعه، خطيره حلوه قوي. بعملها في الشغل مش عايز اقول لكم، على طول يطلبوها مني. لها بقى حوالي معلقه ملح. خلي بالكم عشان اصلا الصويا صوص بتكون مملحه، فما تزودوش. كوبايه ميه مغليه، وهسيبها بقى تبقبق كده مع نفسها. وايه، وهبتدي اعمل بقى شويه رز كده جنبها. معلقه كده من الزيت، وبرده مكعب زبده. وهنزل بقى بكام واحد كده من القرنفل، وحته من القرفه. ماشي، اعلي بس النار ريحتهم كده تطلع. احط لها كمان فصين حبهان. بصوا ريحتهم بقى طلعت. بصلايه كده، مقطعه بصلايه، ريحتها بس تطلع معاهم كده. بصوا هنا شوحته كده نص تشويح، انا مش عايزاه لونه يغمق يصفر اكتر يعني. بصوا انا عامله الرز اللي هو الابيض ده، البسمتي، بس اللي هو الابيض. انتوا ممكن تعملوه عادي من الرز العادي. هي كل كوبايه بتاخد كوبايه وربع كده، او نص يعني، حسب نوع الرز عندكم برضه. بصوا هبتدي بقى اشوحه مع البصل، ويخلوا طعمه حلو قوي، والقرفه بصوا بيوديه في حته تانيه. انتوا ممكن تعملوا رز ابيض عادي المصري بتاعنا، بس انا بحسه مع الفراخ دي بيبقى طعمه حلو جدا. هشوحه بقى تشويحه كويسه. انا عامله هنا كوبايتين رز، هحط لهم 3 كوبايات ميه، بنفس المعيار اللي انا عملت بيه الرز. ممكن تحطوا له مكعب مرقه، يعني هيخليها معاها قوي. ممكن تعملوا جنبها مكرونه براحتكم. هنزل عليه بميه مغليه على طول، بس انا طبعا مش هعاير لان احنا ايه، عارفه على طول. ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. بصوا، مشوية دي ولا مش مشوية؟ مشوية ولا مش مشوية؟ قولوا لي كده يا متعلمين يا بتوع المدارس. وبص الرز، ما شاء الله، مفلفل وخطير، ما شاء الله. ولا الصوص بقى بتاعها، وايه، اديله شوية بقى سلطة كده. بصوا والله يتاكل يا جماعة من غير اصلا الفراخ. مم. بصوا الست، بصوا الست حتى زي الدوب، ما شاء الله، اللهم بارك. وكده حققت، ما تعبتش تعب يعني اوفر، وحققت لهم احلامهم برضو، وانا ما تعبتش لان انا اصلا يوم الجمعه ده بحب اطلب سمك علشان افصل. ورحت بقى عند العمور قال لي رورو كمان عايزه بقى سلطه بنجر، رحت عملت الرورو بنجر. ودلوقتي بقى بعد هبعت لعموره طبعا الغدا، عشان انا ما بحبوش ياكل اكل من بره خالص يعني. دي من اكتر الحاجات اللي بتتعب نفسيتي يعني. كان نفسي اصور معاكم البنجر لسه ما لحقتش، طعمه حلو قوي. هعمل بقى العمورة الغدا وانزله علشان يلحق كده ياكل. وهبتدي بقى اعمل له هو كب كيك، وكده يوم الجمعة حتى مفيش راحة. لايك بقى وشير، جربوا الفراخ بالطريقة دي، اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لي لايك، وسلام.